هاد الشخص سميتو محمد باسو، واش هو احسن كوميدي من المغرب؟ سعادة الرئيس، ومبروك عليك الاستحقاقات اسيدي، ومبروك لبنتك المحاماة الله يكمل عليها، ومبروك لولدك قالوا لي حتى هو ربح المارشي ديال الزفت. محمد باسو تزاد 24 ماي سنة 1985 بمدينة زاكورة، فهو من عائلة جد متوسطة. فملي كان صغير كان فكاهي، فهو ديما كان ناشط مع الأصدقاء ديالو، وديما كان داير حلم بين عيني أنه غادي يجي شي نهارتين وغادي يولي ممثل ولا كوميدي كبير. وحتى أنه في الدراسة كان مجيد، كان جميع اللغات كيعجبو خصوصا اللغة الإنجليزية. فبدا كيكبر شوية بشوية، وكانت أي مسرح أو عرض في المدرسة كتلقى اسم باسو في ضمن اللائحة. ولا العائلة ديالو ديما كانت كتشجعو يمشي لشي برنامج ديال المواهب، وهادشي بالضبط غيطرا سنة 2009. وكان باسو مشى لبرنامج كوميدي ميديا جوج وكان متألق فيه. جا عندي واحد السيد مسكين من فرنسا قال لي ودي جيب له ماغوك لوسبيتاليتي، الناس باقا كتحترم البراني. قلت له بالحق ما كيحترموش قانون السير. شوف دابا عاد الضوء الاحمر شكون اللي كيوقف فيه؟ كلشي دايز، كلشي كيدوز دي باستثناء جوج، هذاك اللي كيبيع كلينيكس واللي كيمسح الجيجان. كنقولوا كوميديا فراه كان كيتعتبر احسن برنامج في ديك الوقيته، فكلشي كان كيشغل التلفاز ديالو كيتسنى المغاربه فين تيبدا البرنامج. كان محمد بالصبر والتالق ديالو قدر ينجح في هذا البرنامج ويكون هو الفائز، ومن هنا غادي تبدا المسيره ديالو الاحترافيه، بحيث انه ولا معروف ومحبوب عند المغاربه بموازاة مع الفن. فضروري يشغل واللي غادي يجيب القدر اليومي ديالو. باسو كان كيشتغل في الصانع التقليدي المادة فخار، وكان ديما يدير القرايه في دماغه في الصبر والليالي والسهر، وقدر يحصل على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية والكلية آداب والعلوم الإنسانية بمدينة المغرب الدار كاع البيضاء. ثقافي حتى لا كولتور ديال المغرب راه ما كاينش اللي يعاونك. غادي ترجعي دابا للباركور ديال اي مواطن مغربي نجح، ما جابها بجهدو، جابها بلانطريما ديالو، ملاكي، معد، صحفي، تلفزيوني، ممثل، اي واحد نجح في المغرب. فاحنا في المغرب كاين داك النجاح الفردي اكثر، كاين نجاح. وفين ما كاينه الجماعه كتفشل، فين ما كان شي جماعه في المغرب كتفشل، لان شي كيبغي يدير العصا الرويضه، شي ما كيبغيش. شي كتكون عندنا ديك الانانيه، بغى يبان بوحدو، بغى يدير بوحدو. ما استطاع انه يبين الموهبه ديالو، فبزاف امل من بينهم مسلسل اوشن واللي كان مع عزيز دداس، وحتى مسلسل ولاد علي واللي كان حقق الملايين المشاهدات. ولكن كاع الكوميديا اللي بحالو كتلقاهم محدودين. ديما كنت كنقول ان خصنا غير وزير واحد ووزيره واحده في البلاد كامل، فهمتي؟ جوج وزير، فهمتيني؟ الراجل يتكلف بالرجال والمراه تتكلف، ولا العكس، المراه تتكلف بالرجال والراجل يتكلف بالعيالات. صافي يعرفوا لي بوزوان ديال حيتاش المراه كتعرف الراجل شنو باغي والراجل كيعرف المراه شنو باغي. علاش تقوت الوزارات؟ وديما كيهضر على مدينته وحتى الجانب الشرقي. مؤخرا لاح باسم سلكالة واللي حطم جميع الارقام القياسيه في رمضان، بحب انه كيهضر على الواقع المعاش بموازاة مع دوك البرامج التلفزيونيه. سعادة الرئيس، ومبروك عليك الاستحقاقات اسيدي، ومبروك لبنتك المحاماة الله يكمل عليها، ومبروك لولدك قالوا لي حتى هو ربح المارشي ديال الزفت. محمد باسو امثال واللي نقدروا نقولوا عليه انه فنان ممثل بمعنى الكلمه، حيث انه عارف معنى ونطبقها، فكانه ربي وفقه في حياته. فما تنساش معك لايك الفيديو، اشترك في القناه، بارطاج الفيديو مع السلامه، وما تنساش تقول لي في الكومنتات شكون اللي بغيت في الحلقه الجايه. تهلاو.